السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب ادخلني مدخل صدق واخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. وما ننساش بقى حبيباتي نصلي على الرسول، اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد. يسعدني بقى ويشرفني لو انت اول مرة تشوفيني، دي قناتي على اليوتيوب اسمها أشرقت الأنوار. فضلا بقى وليس أمرا، اشتركي بقى في القناة ودوسي بقى على الجرس وكلمة الكل عشان يوصلك إشعار لكل فيديو جديد بنزله. وخدي لك بقى كده لفة في الفيديوهات السابقة، إن شاء الله بإذن الله هتعجبك وهتستفيدي منها حتى لو بحاجة بسيطة. النهاردة إن شاء الله بإذن الله هنعمل كده أكلة اقتصادية مع بعض، وهنحبش بقى حواليها كده بحبة تحابيش بقى فعلا يفتحوا النفس. فراخ ايه بقى ولحمة ايه؟ تعالوا بس شوفوا كده. الفيديو فعلا هيعجبكم، فيديو شيق جدا، هنعمل منه الغدا وهنعمل الحلو كمان. وهنعمل سهرة حلوة بقى بما ان النهاردة الخميس، مفيش مذاكرة بقى، مفيش ضغط بقى، ومفيش أي حاجة. باحاول على قد ما أقدر بصراحة يوم الخميس دوّة ما باخلّيهمش يذاكروا بقى ولا يعملوا أي حاجة، أكتر من إن هم عندهم درس أو حاجة خلاص على كده. عشان يفصلوا يعني شوية بقى إيه، من تعب الأسبوع كلّه. يالّا بقى كده أول حاجة هاسمّي الله وهاطلع على البلكونة بقى على طول. طبعًا هُم في الوقت دوّة كان فيهم اللي راح المدرسة وفيهم اللي ما راحش. طبعًا اللي عنده امتحانات فيهم، أنتم عارفين اليومين دُولة بقى الامتحانات الشهرية اللي متطبّقة عليهم جديد ديّة. فطبعًا ما أقدرش بقى إيه، اللي عندهم امتحانات ما يروحوش، إنّما سَنة أولى ابتدائي بصراحة يعني إيه، باسيبها براحتها يعني كده. فقُلت بقى إيه، أغسل بقى كده البلكونة. الجو طبعًا اليومين دُولة كده ساقعة، بصراحة يعني ساقعة وهوا بعفار. فأنتم عارفين بقى عنّي إن أنا ما باعرفش أنشر بصراحة ولا أشمِّس أي حاجة كده من غير بقى إيه، ما أغسل البلكونة وأدّيها التلميعة الحلوة اللي أنتم شايفينها ديّة. بعد ما خلّصت بقى نشّفتها برضه كده، وهابدأ بقى كده إيه، آخُد الفرش بتاع الأوضة بتاعة الولاد وهابدأ أشمّسه النهارده. كل أوضة باخدها كده دي يوم ودي يوم يعني كده، وربنا يعيننا ويعينكم إن شاء الله. طلّعت الكيفرتايات كده بتاعتهم، طبعًا السور أهم حاجة بامسحه كويس، عشان طبعًا بيبقى عليه تراب، وبانفّض الستارة ديّة برضه حلو، عشان لو فيها أي تراب ولا أي حاجة برضه أضمن إن هي ما تعفّرليش الغسيل أو تعفّر لي المفارش أو الحاجة اللي أنا هاحطها. وطلّعت كده المخدات بقى بتاعتهم برضه، قُلت إيه، غيّرتها كده، وقُلت أدّيها تشميسة بقى على ما إيه، أعمل بقية الأوضة بقى نعملها مع بعض يعني. لو وصلتِ بقى معايا لغاية هنا، حُطّي لي بقى لايك حلو كده منِّك وكومنت يشجعني. دخلت بقى على الأوضة على طول، هاغيّر السراير كمان، اديتها تنفيضة حلوة كده. طبعًا أنا إيه، مرّة باعمل بالملمّع، يعني بالمّع بالبليدج ومرّة أو مرّتين لأ، لإني سمعت بصراحة إن بيقولوا إن البليدج بيبقى غلط على الخشب يعني. هو حلو وكل حاجة، بس سمعت المعلومة دي فمش عارفة بصراحة صح والّا لأ. أنا كنت على طول أي تلميعة كده حتى لو على السرير كانت بتبقى بالبليدج، فبالمّع مرّة ومرّتين لأ. فزي ما أنتم شايفين كده الحمد لله، طالما إيدِك في الخشب كده أول بأول هتلاقيه برضه بينضف معاكِ وكل حاجة. غيّرت السراير كده، وابتديت كده إيه، أشيل الملايات بقى إيه اللي مش نضيفة، هابدأ إن أنا أطبّقها عشان أودّيها في الغسالة، أعمل دورة للغسيل على طول. طبعًا أنتم عارفين إن أنا باحب إيه، أطبّق الملايات كده عشان أطلّعها حلوة كده ما تبقاش متكسّرة بقى معايا ولا أي حاجة. هاحط بقى دورة غسيل كده في الغسالة عشان أنجز برضه في الوقت. أهم حاجة ترتبي شغلِك وتشوفي أنتِ هتعملي إيه وتمشي صح. يعني أنا في الأول مسحت البلكونة، شمّست الحاجات اللي عايزة تتشمّس، دخلت على الأوضة اللي أنا إن شاء الله النهارده هاكون عندي شغل فيها عملتها، خدت الحاجات اللي عايزة تتغسل منها وشغّلت عليها على طول. يعني رتّبي شغلِك صح وامشي صح، هتلاقي الدنيا إن شاء الله بإذن الله معاكِ متيسّرة. كده خلاص بقى خلّصت الأوضة وقفلتها، وهابتدي بقى كمان إيه، أعمل معاكم الصالة. طبعًا إيه الكنيس، طبعًا الحاجات اللي أنا مطلعاها دي مش من الصالة بس، من أوضة الولاد ومن الصالة والله العظيم يعني على طول مش عارفة إيه ديّتهم وديّة المناديل يعني، مناديل وأكياس بقى وحاجات زي كده، فربنا يعيننا عليهم إن شاء الله. كده بُصّوا الصالة بعد ما نفّضتها كده وكنست الأرض ونفّضت الحافظة، هابتدي بقى إيه، أفرش الحافظة تاني. وكده بقى إيه، خلاص أدي شكل الصالة. أنا لغاية دلوقتي لسه ولا فرشت سجاد ولا فرشت ستاير، مش عارفة ليه بصراحة، يعني ما باحبش أفرش كده إيه إلا لمّا الدنيا تسقّع أوي يعني.
بس خلاص إن شاء الله بإذن الله قرّبت بقى إيه نفرش مع بعض كده إيه الفرش الشتوي بإذن الله. كده خلاص بقى خلّصت الصالة، جِبت بقى كمان الكبرتيات كده من الشمس بقى، كانت الشمس خلاص راحت بقى، هابتدي بقى إيه أطبّقهم كده وأحطّهم على السراير وأحط المخدات بقى والخُدّاديات وكده، وخلاص بقى قفّلت الشباك بقى بتاعة الأوضة ديّة. بُصّوا، عايزة أقول لكم بقى يعني الدنيا هادية كده وجميلة، واللي جه من المدرسة جه، حطّوا شنطكم بقى كل واحد يحط شنطته مكانه بقى، أنتم شايفين الأوضة عاملة إزاي؟ بس طبعًا مش باتكلم كده طبعًا يعني بزعيق أكيد يعني. آخر حاجة بقى هندّيها كده رشّة من المُعطِّر وخلاص، كده تبقى الأوضة خلصت معايا. بُصّوا، تحفة والله، بس لو تفضل كده، طفيت النور بقى وهاقفل الباب بقى معايا كده وياك حد يخشها. هنا كمان جيت على الصالة خلاص بقى قفلت كمان الشباك، وهندي برضو كده ايه رشتين حلوين من المعطر كده. أنا بحاول ارش يعني على الشلت بقى والمفارش بتاعة الركنة يعني، عشان بصراحة المعطر بيلبت فيها وبتبقى ريحتها حلوة يعني. وكنت مشغلة هنا القرآن الكريم، وادي كده شكل بقى ايه الريسبشن معايا بقى، بسم الله ما شاء الله منظم وجميل. طبعا ايه ما تبصوش بقى على المفارش والحاجات اللي انا ما فرشتهاش، لا يعني هنفرشها ان شاء الله مع بعض. حط لايك بقى كده، وكده خلاص بقى انا خلصت الترويق، وهخش على المطبخ على طول عشان اعمل الاكل. طبعا انا بعمل الاكل يعني ايه براحتي، لان هما كده كده اللي رايح درس بقى واللي رايح هنا واللي رايح هنا، فهعمل غدا براحتي على ما يجوا من الدرس عشان نتلم كلنا مع بعض ونتغدى. النهارده هنعمل ايه مع بعض؟ سلقت بطاطس كده بس ما قطعتهاش المره دي، عشان هعمل لهم بقى ايه، هعملها لهم صوابع يعني. وكان عندي 5 بيضات كده، وكان عندي بيضه حمراء حطيتها، بقوا كده الستة. ولعت كده على البطاطس تتسلق هي والبيض، وهعمل النهاردة طريقة كيكة حلوة قوي تقدري تشكلي منها حاجات كتير. المقادير بتاعتها عبارة عن 5 كوبايات من الدقيق وكوباية من النشا. عايز تحطي كوباية من النشا ماشي، عايز تحطي نص كوباية من النشا براحتك برضو. بحط عليهم كده رشة من الملح، وبنزل بكيس كده من المحسن الكيك، وهبتدي اقلبهم كل المكونات الجافة كده مع بعض. بركن بقى الدقيق والبيكنج باودر والملح كده على جنب، وهبتدي بقى في الخلاط احط 4 بيضات، وهحط كوبايتين من السكر، وهحط كده 3 اكياس من الفانيليا، وهضرب دولة الاول مع بعض. عايزه اقول لكم ان الكيكه بتاعت النهارده دي انا عاملاها بدقيق التموين، والله العظيم كانت تحفه. بعد ما ضربت كده البيض مع السكر، حطيت كوبايه من الزيت ونص كوبايه من السمنه البلدي، بصراحه بتفرق خالص في طعم الكيكه. وكان عندي اللبن دوت كده كان راب في التلاجة وعمل قطع يعني كده، بقت الميه لوحدها والقطع اللي بتبقى رايبه دي لوحدها. مسكتها طبعا ضربتها في الخلاط الاول حلو، وبعد كده بشتغل بيه. حطيت 3 مضغات من اللبن. ممكن تقسمي الكمية ديت تعمليها يعني تجربيها الأول في نص، هتاخدي منها هقولك مقادير النص يعني. هتاخدي كوبايتين ونص من الدقيق ونص كوباية نشا، وهتاخدي كوباية ونص من الحليب، وهتاخدي بالطين 2 ورشة من اللهم صل على النبي من الخل، وكيس فانيليا أو كيسين براحتك، وهتضربي بقى كل الكلام ده كله. وطبعا كوباية الا ربع زيت على سمنة، كل ده هتضربيه في الخلاط وهتنزلي بيه على الدقيق. مقادير مظبوطة، وتطلع معاكي كيكة ناجحة وهشة وبيضة وجميلة. زي ما انتم شايفين بقى النهارده هشكل لهم كده. دهنت كده بطنت القالب دوت بتاع الكيكه دوت، بطنته حلو كده بمعلقه حلوه من السمنه البلدي كده وبالفرشه، وهبتدي ادهن الصواني بقى كلها بيها. وكان عندي القالب اللي هو المدور دوت برضو بطنته حلو كده برضو بالسمنه. عايزه اقول لكم ان احلى حاجه في تسويه الكيك هي الصواني الالومنيوم، والله العظيم. الحاجات اللي بتبقى زي كده دي بتبقى خفيفه جدا، وبتبقى معرضه ان هي تتلهف منك كده من الفرن. هنزل كده بنص الكمية كده في كل قالب منهم. طبعا وانتي بتقلبي بقى الدقيق لو احتاجت منك كده معلقتين 3 من المية او ربع كوباية كده من المية مفيش مشكلة، لان زي ما بقول لكم انا النهاردة كنت مستخدمة في الكيكة بتاعتي دقيق اللي هو التموين. كل مرة بستخدم دقيق مخصص يعني للكيكات والتورت والكلام من ده، ما بتحتاجش مني اي حاجة خالص. فضيت نص الكمية وخدت النص التاني، حطيت عليه كده معلقتين من الكاكاو وقلبتهم مع بعض، وحطيت كده برضو ايه معلقتين كده من المية، او زي ما بيقولوا كده بق او بقين يعني، وقلبتهم كده مع بعض. وهبتدي بقى ايه افضي
الكاكاو اللي احنا عملناه. اسم الكيكة بتاعتنا ديت النهاردة اسمها ماربل كيك. بتبقى تحفة جدا وبتبقى جميلة في الفطار، في اللانش بوكس، في العشاء، بتبقى بصراحة حلوة جدا. وفي نفس الوقت الولاد بيحبوها بقى في اي وقت كده بيبقوا جعانين او عايزين يحلوا، بياخدوا منها وبياكلوا. طبعا فضل معايا حبة كده، حطيتهم في قالب اللي هو الصغير دوت برضو وخلاص. ممكن بنفس الطريقة ديت تعملي منها الكب كيك، بتبقى تحفة. هنا بقى علشان الصواني اللي بقولكوا عليها الخفيفة ديت، حطيتهم في صاج كده من بتاع الفرن، يعني علشان اضمن ان هما ما يتحرقوش مني لا قدر الله او يتلهفوا يعني. جيت بقى هنا سبتهم بقى هما في الفرن والغسالة شغالة معايا. وجيت هنا بقى ايه هعمل ايه النهاردة؟ هعمل عدس بتقلية. العدس ده بيبقى جميل قوي، وبصراحة ما بعملهوش كتير. ففي نفس الوقت كده زي ما بقول لكم من وقت للتاني بحب كده اغير لهم في الاكلات، واحسسهم بقى بجو التغيير. يعني مش كل مرة بنعمل مثلا الكشر الاصفر، الرز على العدس واقلب وخلاص، لا مرة كده بقى ايه اغير لهم، احسسهم بقى بالفرق كده وبالطعم وبالريحة بكل حاجة بصراحة. خرطت بصلاية كبيرة كده ونزلت عليها الاول، نشفتها الاول من المية، ونزلت عليها بشوية زيت، وبحط البهارات بتاعتي بقى ملح وكمون وفلفل اسمر، واديهم بقى تقليبة حلوة كده. هفضل اقلب في البصلة دي لغاية لما تدبل معايا زي ما انتوا شايفين كده. بكون غاسلة الرز بقى بالعدس ومجهزاه كده، هنزل بيه على طول. اهم حاجة نحاول ان احنا نصفي المية حلو من الرز بتاعنا، علشان لما نديله التشويحة في البصل يعني والتقلية اللي احنا عملناها دي، يبقى مفرفر معانا وجميل. وهننزل كمان برشة خفيفة كده من الكركم، احنا مش عايزين كركم زيادة ولا حاجة، هننزل بس برشة خفيفة كده عشان تعزز معانا اللون بتاع الكشري بتاعنا النهاردة. وهنقعد بقى نقلب كده في الكشري بتاعنا التقلية بقى، هنقعد نقلب فيه حبة يعني لغاية لما يبقى معانا كده خد تحميصة حلوة، وفي نفس الوقت هنضمن ان هو مش هيعجن معانا ولا حاجة. هنديله بقى كده ايه المية بتاعته المظبوطة، وهحاول كده الم العدس او الرز اي حاجة في الجناب كده هحاول المها، وهنزل كده برشة من الملح، وهسيبه بقى ايه لغاية لما يهدى بقى مع نفسه خالص ويشرب المية دي كلها، ابدأ اوطي عليها بقى. جبت هنا بقى ايه حبة المواعين اللي خرجوا بقى من الكيكة بقى والحاجات اللي احنا استخدمناهم، هاخدهم اول باول كده بقى عشان الدنيا ما تتكومش عليا يعني، وانتوا عارفين. ومواعين يعني كأني بسم الله الرحمن الرحيم يعني ايه قبل للزيادة على طول. فهناخدهم اول باول كده نغسلهم ونشطفهم ونشوف هنعمل ايه مع بعض. قولولي بقى كده ايه رأيكم في فيديو النهاردة؟ يعني انا جايبه لكم فيديو تحفيزي والله العظيم، إيه كله كان ورا بعضه كده طخ 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 بس يعني ايه بتكوني مرتاحه كده ومبسوطه لما بيكونوا الولاد مبسوطين كده، واليوم بيبقى ماشي حلو. ويعني ايه بتحسي ان انت الدنيا رايقه، مش كله مكركب ورا بعضه، ولا كله بقى إيه زي ما بيقولوا كده فوق راسك يعني. فنرتب كل حاجة صح ونشوف احنا هنعمل ايه النهاردة. وكل يوم كده دايما بحاول اقول لكم كل يوم نحاول نشتغل حاجة حاجة، مع ان انا من الناس يعني ايه انا بقول لكم كده بس انا ما بعرفش اعمل كده. يعني ممكن اجي على صحتي في سبيل ان انا ما الاقيش حاجة تتكوم عليا، او في نفس الوقت ايه تكون حاجة عايزة تتعمل واسيبها اليوم تاني يعني. بعد ما البطاطس اتسلقت معايا كده خدت سلقة خفيفة ما اتهرتش، يعني انا مش عايزاها مهرية، عشان برضو النهاردة ان شاء الله هعملها لهم بطريقة حلوة. هعملها لهم صوابع زي ما انتم شايفين كده. كل مرة برضو بقطعها لهم دوريات، فقلت النهاردة بقى اغير واعملها لهم ايه صوابع تخينة كده. حطيت الزيت كده يسخن يعني حلو، وهنزل بقى بالبطاطس كده عشان احمرها هي كمان. بس كده هسيبها بقى هي تتحمر. وقطعت هنا 3 طماطميات حلوين كده، وكنت عامله دقه حلوه بالثوم والفلفل الاحمر بقى وكده. فهبتدي بقى ايه احدق بيها الطماطم. بتبقى حلوه قوي بصراحه جنب الكشري الاصفر. وفي نفس الوقت بقى ايه هنعمل زي ما بيقولوا كده، هنعمل اصناف كتير جنب اكله بسيطه كده، وهتاكل وهتشبع. ونحاول يعني زي ما بنقول كده ايه نلم الدنيا يعني. مع ان سبحان الله والله التقضية ذات نفسها ما عادتش برضه هي كمان رخيصة، بس نحاول بقى يعني ايه ان احنا نمشي البيت يعني نمشي الدنيا كده زي ما بيقولوا. بصوا الطبق بصراحة دوت جميل قوي، طبق الطماطم المخللة دي حاجة كده تفتح النفس.
البطاطس كانت اتحمرت معايا، اديتها بس رشة من الملح ورشة من الكمون وخلاص على كده. اخر حاجة بقى هعملها هندحرج مع بعض البيض. حطيت كده معلقة حلوة من السمنة البلدي، وهنزل بقى بالبيض المسلوق كده. لازم تكون السمنة مقدوحة حلو بقى عشان إيه تاخد وتدي كده في البيض وتديله اللون الحلو بقى اللي احنا هنشوفه مع بعض. طبعا من وقت للتاني بحاول ان انا اقعد اقلب في البيض كده عشان ما ياخدش لون من جنب واحد ويجلد معانا، لا تبقى البيضة كلها كده متدحرجة في بعضها، وفي نفس الوقت تيجي تقطعيها ما تبقاش مجلدة ولا حاجة، بتتقطع بكل سهولة. هنزل بس كده برشة من الملح ورشة من الفلفل الاسمر. الفلفل الاسمر بيبقى حلو قوي مع البيض. ادي كده يا بنات بقى الاكل بتاعنا النهارده جاهز، ومن حاجات بسيطه كده هتشوفوا هنشكل كده سفره هايله. ادي كده البيض خلاص بقى طفيت عليه، وادي الرز هو كمان خلاص. بصوا بسم الله ما شاء الله، طالع مفرفر كده والله العظيم مش قادره اقول لكم، ريحته فعلا تجنن. انا يعني مش بعمله كتير بصراحه الكشري ابو تقليه ده، بس معرفش كده مره واحده طلبت ان انا اعمل لهم كشري بتقليه، حتى الولاد كانوا مستغربينه يعني، لان انا بقول لكم كالمعتاد بغسل الرز والعدس واشوحهم كده او احط عليهم الميه والملح وخلاص. بس المره دي بصراحه يعني فعلا تستحق التجربه، تستحق ان انتوا تجربوها. كان عندي بقى في التلاجة العلبه دي الجميله اللي هي بقى العشق زي ما بيقولوا، بتنجان كده بالدقه وفلفل بقى وشطه. هبتدي بقى اطلع منها كده وارص في الطبق. الطبق ده بيبقى جميل برضو قوي جنب الكشري. وكان بقى طالع لي كده ليمون معصفر من عند ماما ربنا يخليها، طبعا استاذة مخللات، عامله مخللات الدنيا كلها بصراحه، ربنا يبارك في عمرها، مش مخلياني ان انا اخلل انا من كتر ما هي عامله المخللات وبتبعت لي ومش عارفه بصراحه مش سايبالي ان انا اعمل مخلل ولا حاجه. وهنا بقى خلاص اخر حاجه كده كان عندي حبه رمان، مسكتهم ضربتهم بقى وصفتهم وعملت لهم كمان عصير كده. وده كان شكل الاكل بتاعي. بصوا كل حاجة طلعت مع بعضها، الكيكة طلعت من الفرن مع الغدا، كل حاجة بصراحة يعني كان اليوم جميل وبسيط، وكان كله سهل كده وماشي كله كده بقى مع بعضه. بصوا طبق البتنجان ولا حبة الكشري دولت والله العظيم تحفة تحفة فعلا. وادي الليمون المعصفر الجميل، وادي بقى البيض المدحرج، وادي غدانا النهاردة. اللهم اطعم كل جائع على وجه الأرض، اللهم أمين يا رب العالمين. وادي الكيكة بصوا لسه طالعة من الفرن سخنة جدا، بس بصوا عايزة اوريكم مدى طراوتها، مع انها زي ما بقول لكم بدقيق التموين، بس بصراحة ادتني نتيجة حلوة برضو، ما كنتش متخيلة يعني ان الدقيق ده هيبقى كده بصراحة. تعالوا بقى كده نشوف بقى مع بعض وندوق ونشوف الجمال بقى كده والحركات. عايزه اقول لكم ان البيت كان يومها مليان روايح حلوه كتير والله العظيم. اعملوا يا جماعه الاكل في البيت وافرحوا كده وفرحوا ولادكم وشمموهم الروايح، خليهم يجوا من المدارس كده متفاجئين. دي ريحه ايه يا ماما؟ وهم طالعين على السلم احنا شامين الريحه يا ماما. انت عامله اكل ايه يا ماما؟ الحاجات دي بصراحه من الحاجات اللي بتفرق جدا، وبتفضل في ذاكره العيل لغايه لما يكبر زي ما بيقولوا. بعد ما اتغدينا كده والحمد لله كده كانت الغسالة كمان معايا خلصت، هبتدي بقى ان انا اشيل الغسيل بقى كده عشان اروح انشره، ونشوف هنكمل بقية اليوم ازاي. زي ما بقول لكم كل حاجة كانت ماشية مع بعضها الحمد لله. وادي كده الغسيل بتاع النهاردة هروح اغسله بقى. وكنت بقى انا بعد ما نشرت الغسيل بصراحة كنت خرجت رحت مشوار، وجيت بقى قلت اكمل لهم بقى كده، اعمل لهم افتكاسة كده في الكيكاية ديت بقى. قلبتها كده في طبق، وكان عندي هنا صوص الكراميل ده بجيبه جاهز يعني والله يا جماعة جميل جدا، ومن الحاجات فعلا اللي انت تجيبيها وتسيبيها في البيت، بتنفع في كل حاجة، بتنفع في تورت، بتنفع في جاتوهات، في كيكات، في تزويق اي حاجة بتنفع، حتى ممكن تحطيها على الكنافة والحلويات والحاجات اللي زي كده. ابتديت ان انا كده سيحت منها حبة اهي، بقول لكم يعني بجيبها جردل كده، الجردل ده بيبقى فيه كيسين، ولفتها كده على الكيكاية كده من فوق، وبشرت معايا كده قطعة من الشوكولاتة بشرتها ناعم زي ما انتم شايفين، بحاجة بسيطة تقدري بقى تشكلي. الست الشاطرة هي اللي تقدر تعمل زي ما بيقولوا من الفسيخ شربات. زوقتها كده بحاجات بسيطة، شوكولاتة مبشورة، وحطيت كده قطع من الكريز، قطعت كل كريزاية كده الجزئين يعني،
وزوقتها وبقت معايا بالشكل الجميل اللي انتوا شايفينه دوت. تعالوا بقى كده نشوف بقى القالب التاني. ده القالب اللي هو الطويل يعني المستطيل. بصوا شكل الماربل طالع تحفة جدا. وعايزة اقول لكم يا جماعة بصراحة، مع يعني نص كوباية السمنة البلدي دي بتفرق خالص والله العظيم في طعم الكيكة بتاعتنا. حتى لو حطيتي معلقتين اتنين بس، يعني لو ما فيش مقدرة وحطيتي معلقتين اتنين بس مع الزيت هيفرقوا برضو خالص في طعمها. وممكن تعملي خدعة تانية، ان انت تحطي المقادير كلها زيت عادي، وبس تدهني الصينية بتاعتك بقى بالسمنة البلدي، برضو هتفرق خالص بقى، وهتفضل الريحة محتفظة في الكيكة. عايزة اقول لكم بصوا طالعة طرية جدا ولونها حلو قوي يعني، والحمد لله والشكر لله. هنبدأ نقطع مع بعض برضو الكيكاية دي برضو. بصوا الكيكاية يا جماعة فاتحة وجميلة هشة كده وحلوة قوي. تعالوا بقى ايه، لا هناخدها نقطعها تاني كده، نقطعها لأجزاء كده مع بعض عشان برضو نبقى ايه خلصنا يعني. هبدأ اقطعها كده بقى القطع عشان تبقى جاهزة بقى. وادي الكيكة التانية. هبدأ اخد اللي هو القالب الطويل دوت اغطيه، وبعينه بقى للولاد للفطار لأي حاجة بقى. كده كده مش هحتاجه دلوقتي يعني. وجهزت بقى كده ايه، كان جوزي بصراحة جايب حبة تسالي بقى وحاجات من المقلة وهو طالع. كان جايب شيبسي والفول، وكان جايب لب بقى ولب اصفر ولب خشب. كان جايب بصراحة حاجات حلوة يعني كده كتير. كان جايب لهم برضو الحلويات ديت، بصراحة ما رضيتش ان انا احطها يعني، قلت كفاية حلويات كده. وكان بصراحة يعني ايه، بيقولك الفقه لما بيسعد مرة واحدة. اختي حبيبتي كمان ربنا يخليها كانت جايبه لي بقى ايه، علبة من الكنافة كده. هي عارفة ان انا بعشق الكنافة البورمة ديت والعيش الغراب من ايديها بصراحة، فكانت بعتالي. وادي كده كان اليوم النهاردة زي ما انتوا شايفين كله حلو في حلو كده. تعالوا ناخد بس قطعة كده مع بعض ندوقها ونشوف. والله العظيم تستاهل بقكم. كان طعمها في منتهى الجمال. وحطينا كمان حاجة ساقعة كده، وكانت سهرة خفيفة بقى كده. بحبكم من قلبي كلكم في الله، واشوفكم في فيديو جديد بإذن الله. مع السلامة.